لو عاوز تعرف إيه هي مميزات عملية تكميم المعدة، تابعني في الفيديو ده. ركز معايا عشان مش هتحتاج تسأل عن أي حاجة بعد ما تسمع الفيديو ده. إيه هي مميزات عملية تكميم المعدة؟ في مميزات للعملية، مميزات للمنظار، مميزات للتقنيات الحديثة اللي بنستخدمها في العملية. إيه هي مميزات العملية؟ تعتبر عملية السمنة الأولى والأشهر على مستوى العالم كله، عشان سهلة وبسيطة، نسبة أمانها عالية، ونتائجها كويسة. العملية كلها مميزات من أولها لآخرها. بنقص المعدة من منطقة الانحناء الأكبر عشان الحتة دي بتتمدد بسهولة مع الأكل. بنقص قبة المعدة عشان دي أكتر حتة بتتمدد بسهولة مع الأكل، وبتفرز هرمون الجوع اللي هو هرمون الغرلين، وعشان كده مش بنحس بالجوع. بنسيب المعدة من منطقة الانحناء الأصغر عشان الحتة دي تخينة جدا ومش بتتمدد بسهولة مع الأكل. بنشيل عدد كبير من الخلايا اللي بتفرز حمض المعدة، عشان كده بتقل التهابات وقرح المعدة. بنحافظ على مدخل ومخرج المعدة، فما بنغيرش في الوضع التشريحي ولا الفسيولوجي بتاع الجسم. مش بنحتاج ناخد الفيتامينات لفترة طويلة بعد العملية، بناخدها فقط لمدة 6 شهور. بنقفل وبنضيق فتحة الحجاب الحاجز واحنا شغالين، عشان لو عندك ارتجاع مريء يبقى عالجناه، وعشان ما يحصلش بعد كده ارتجاع مريء لا قدر الله. بنخس حوالي 30% من الوزن الزايد في أول 3 شهور، و50% بعد 6 شهور، و70% بعد سنة. بتظبط مستوى السكر في الدم، عشان كده مفيدة لمرضى السكر سواء من النوع الأول أو النوع التاني. بتخلصنا من مشاكل السمنة اللي قلنا عليها في الفيديوهات اللي فاتت، زي أمراض القلب، أمراض الأوعية الدموية، ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم. لو ما خسناش كويس بعد العملية، ممكن أعيد التكميم تاني أو أغيرها لأي نوع تاني من عملية السمنة، زي عملية تحويل المسار أو عملية الساسي. لو عاوز تعرف إيه هي مميزات المنظار ومميزات التقنيات الحديثة اللي بنستخدمها في عملية تكميم المعدة، تابعني في الفيديو اللي جاي. استنوني.